السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة بقى ايه؟ لو عندك لفة جلاش، بصوا اللي هي بتبقى مركونة في الفريزر دي وناسياها ومتقطعة، ما تشيلوش هم خالص. تعالى اقول لكم هنعملها ازاي. انا عندي هنا لفة جلاش. انا عندي لفة الجلاش دي مش متقطعة ولا حاجة، بس انا بديكي مثال. لو لفة الجلاش عندك مقطعة ما تحمليش هم، هاتيها وقطعيها شرايط بالشكل اللي انا قطعته ده. تمام كده. بعد كده بقى، بعد ما تقطعيها تفرفريها كده عن بعض. هي اصلا لو متقطعه فهتلاقيها متفرفره جاهزه، يعني مش هتحتاجي ان انت تفرفريها وتركنيها في جنب. عندك صينيه بقى هتجيبيها وهتدهنيها زيت او سمنه كويس قوي. وبعد كده هتجيبي نص لفه الجلاش اللي احنا قطعناها دي، هتحطيها كده في ارضيه، الارضيه بتاعت الصينيه بتاعتك. تمام كده. انا جبت هنا، لان بصراحه ما كانش عندي لفه جلاش متقطعه، فانا اديتكم مثال يعني. وبصراحه اسهل بكتير من طريقه الفرد. عندي هنا بقى في بوله صغيره كده هجيب بضايه. هنقلب البضايه كويس كده، وبعد كده هقول لكم هنضيف ايه كمان. هنجيب عندنا علبه زبادي وربع كوبايه، علبه الزبادي اللي هي الصغيره دي، مش شرط الكبيرة. وربع كوباية من الزيت. وهحط كمان عليهم رشة فلفل اسود. وكمان هحط كوباية من الحليب. وزودي بقى ايه الملح براحتك حسب الحدق اللي انت بتحبيه. وحطي كوبايه الحليب وهنقلب. ده الخليط اللي احنا هنسقي بيه الجلاش. بيخليه طري كده وتحسي ان هو فطير شرقي، مش جلاش خالص. بعد كده اما فردنا نص طبقة الجلاش، هاخد كبشة ونص كده، وهحطها على فوق أرضية الجلاش اللي احنا حطيناها الجزء الأول. وهفردها بصوابعي كده، مش بعجنها، لا يعني بشربها الخليط ده. وبعد كده هحط بقى اي حشو عندك. انا هنا حشيت الخضار ده، الفلفل الالوان والزيتون. وكان عندي سوسيس. ممكن انت تحشيه بقى لحمه مفرومه. الحشو ده في ايدك انت، فراخ ممكن تحشيه جبن، جبنه قريش، الموجود عندك كله احشيه. وبعد كده احط رشه من الجبن اللي عندي اللي هي المبشوره دي. وهو ده هيبقى كان عندي كمان شويه جبنه رومي كده في التلاجة، فقلت اما اديها رشه بقى اظبط كده الجلاش بتاعي. بعد كده هنحط الطبقه التانية اللي احنا قطعناها من الجلاش. مفيش اسهل من كده بجد والله. وبعد كده مش هترمي الجلاش اللي بايظ عندك في الفريزر تاني. هتحطي بقى الطبقه الاخيره. انا عندي لقيتها زايده شويه، لانها زايده شويه عن نص كيلو جايباه اللي هو الجلاش السوري ده، فبتبقى زايده شويه. وبعد كده هحط باقي الخليط على الوش. باقي الخليط اهو على الوش. وبعد كده هدخله الفرن يتشرب بس كده. يعني هدخله الفرن من تحت كده، هولعه على درجة حرارة 200 واحطها في النص حوالي 10 دقايق بس يتشرب الخليط ده. وبعد كده اهو بعد ما اتشرب خرجته من الفرن. طلعته. هرش بقى ايه الجبن بتاعتي. وهرش كمان شويه من الحشو اللي انا حشيته للجلاش من جوه. هرش عليه من بره كده. وهرجعه تاني الفرن. تمام كده. هحطها بقى تاني في الفرن برضو في الرف اللي في الوسط لحد ما الجبن بتاعتي تسيح. وبعد كده لو ممكن اشغل الشوايه لو ما عندكيش مروحه في الفرن لحد ما يبقى الجلاش بالجمال ده. شايفين؟ عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه تحفه. تحسي ان هو فطير شرقي، ما انتش عارفه ان هو فطير شرقي ولا جلاش. طعمه تحفه، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمله يا كيكه يا جبنه قريش. فانا مش عارفه لسه بصراحه، ما قررتش ان انا هنزل انه فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.